ازيكم يا شباب؟ هنتكلم النهارده عن فيلم رعب اسمه ذا نايت ايتس ذا وورلد. يلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم مع شاب اسمه سام وهو موجود في حفلة معمولة في شقة في مبنى كبير. بتكون صاحبته القديمة هي اللي عاملة الحفلة دي وبتعزمه عليها، وبيكون غرض سام من انه يروح الحفلة هو انه يجيب حاجته اللي في بيت صاحبته دي. فبيطلب منها انها تجيبهم له، بس هي بتقول له يستنى شوية عشان في ناس كتير في الحفلة ومش هينفع تسيبهم لوحدهم. وبعد وقت طويل من الانتظار بيخلص صبر سام وبيشد صاحبته من ايديها وبيسألها عن مكان الحاجات بتاعته، وبيقول لها انه هيدخل يجيبهم لوحده. فبتقول له صاحبته على المكان وبتطلب منه يستناها هناك عشان يتكلموا شوية عن المشاكل اللي بينهم. وبيروح سام الأوضة وبيدور على حاجته، وبعد شوية تدوير بيقدر يلاقيهم، وفي نفس الوقت ده بينزف دم من مناخيره. فبيقعد على الكرسي عشان يرتاح شوية، وبيروح في النوم وهو على الكرسي، وبنسمع صوت صريخ جامد جاي من بره الأوضة، بس سام ما بيحسش وبيفضل نايم. وتاني يوم بيصحى سام وبيلم حاجته وبياخدها وبيطلع من الأوضة عشان يمشي، بس بيتفاجئ من شكل البيت اللي بيكون متبهدل وكل حاجته فيه متكسرة، والحيطان كلها بتكون مليانة دم بشكل مرعب. فبيمسك حتة إزاز في إيده وبيبدأ يمشي في المبنى وبيدور على اللي عمل كده، بس بيتفاجئ بصاحبته وكل اللي في البيت إنهم اتحولوا لزومبي وبيحاولوا يهجموا عليه عشان يعضوه، بس بيقدر يهرب منهم وبيقفل باب الأوضة في وشهم، فمش بيعرفوا يوصلوا له. وبيحبس نفسه في الأوضة وبيحاول يمسك أعصابه وبيبدأ يفكر في طريقة ينقذ بيها نفسه منهم. وبعدها بيمسح الأرض من الدم اللي عليها وبيسمع صوت دوشة غريبة جاية من الدور اللي تحت، فبيحط ودنه على الأرض عشان يسمع أكتر. وفجأة بتطلع رصاصة من الدور اللي تحت على الأوضة اللي هو فيها وبتخرم الأرض. وبيبص سام من الفتحة دي علشان يعرف مين اللي عمل كده، وبيلاقي إن الرصاصة جت من واحد ضرب نفسه بالنار في حلقه. وبعدها بيعمل فتحة في الأرض وبينزل من خلالها للشقة اللي تحت عشان يشوف إيه اللي بيحصل. وبيعرف سام إن الراجل ضرب نفسه بالبندقية بعد ما قتل مراته اللي بقت زومبي. وبيروح ياخد كل اللي في الشقة دي، وبياخد السلاح اللي كان مع الراجل، وبيقفل باب المبنى عشان يضمن إن محدش يدخل من الزومبي. وبعدها بيبدأ يدور في كل الشقق اللي في المبنى عشان يتأكد إن مفيش أي زومبي. والأوضة اللي كان فيها زومبي كان بيقفلها بالمفتاح وبيحبس الزومبي جواها، وبيعمل علامة إكس على باب الأوضة عشان ما ينساش ويفتحها بعدين. وبعد ما بيخلص بيروح للأسانسير عشان يطلع أوضته، بس بيلاقي هناك واحد عجوز متحول لزومبي، وبيرفع عليه البندقية علشان يقتله، بس بيغير رأيه في آخر لحظة ومش بيقتله عشان بيكون شايف إنهم مش عدوانيين خالص بشكل خاص. فبيكتفي إنه يربط الباب الحديد بتاع الأسانسير بالحزام بتاعه، وبكده يكون حبس الزومبي العجوز جوه الأسانسير. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف سام قاعد في أوضته ولابس الهاند فري بتاعه وبيسمع التسجيلات اللي بيكون مسجلها لنفسه وهو بيلعب مزيكا. وتاني يوم بيبدأ يراقب تحركات الزومبي من البلكونة بالكاميرا بتاعته، واللي بيكونوا استولوا على المنطقة كلها اللي قاعد فيها. وبعدها بيجيب ورقة وقلم وبيبدأ يحسب الأكل اللي معاه هيكفيه كام يوم، وبيلعب على الدرامز بصوت عالي عشان يتخلص من حالة الملل اللي بيكون فيها، بس ما بيكونش عارف إن الصوت العالي ده هيجذب الزومبي. وبيتفاجئ بالزومبي جايين ناحية المبنى اللي قاعد فيه، فبيوقف لعبه ويبتدي يفكر لو في ناجي غيره في المدينة دي هيقدر يوصل له ازاي. وبيجي الليل وبتكون المدينة هادية جدا ومفيش أي صوت كأنها مدينة ميتة. وبيفضل سام على الحال ده كذا يوم، وبيضيع وقته في لعب المزيكا والتمرين وإنه يضرب النار على الزومبي بالبندقية اللي أخدها من الراجل اللي موت نفسه. كل يوم بيعمل كل ده لوحده من غير أي صديق أو حد معاه. وفي يوم بيكون هيرمي الجثة اللي معاه في الدور اللي تحت بسبب إن ريحتها بدأت تطلع، وبعد ما بيشيل الجثة وبيروح بيها البلكونة مش بيقدر يعمل كده، فبيقرر يحتفظ بالجثث في أوضة وبيسد كل الفتحات اللي في الأوضة دي عشان يمنع الريحة من إنها تطلع. وبعدها بيروح ياخد دش بس المية بتقطع عليه، فبيضطر يفكر في أي طريقة يجيب منها مية عشان يعرف يعيش في المبنى. وفي نفس اليوم بالليل بعد ما بيكون سام نام بيسمع صوت دوشة وبيصحى بسببها، وبيكون الزومبي قدروا يدخلوا المبنى، وبعدها بيكسروا باب أوضته وبيجروا عليه وبيعضوه. وفي الوقت ده بيصحى سام مفزوع من النوم وبنعرف إن ده كان حلم وكان بيتكرر مع سام كل شوية. وتاني يوم بيحاول يهدي نفسه ويقضي على الملل والوحدة من خلال الرياضة اللي بيلعبها والمزيكا اللي بيسمعها في الهاند فري والكلام اللي بيتكلمه مع الزومبي العجوز اللي محبوس في الأسانسير واللي سماه سام جده الفيردو. وبيحط سام علب فاضية كتير على السطح، وكل ما الدنيا بتمطر العلب دي بتتملي، فبياخدها سام وبيستخدمها. وفي وقت ما كان سام قاعد بيضرب الزومبي بالنار من الشباك شاف قطة، فنزل يجري على تحت عشان يجيبها، وبيجيب لها أكل وبيحاول يديهولها عشان تروح عنده. وبتبدأ القطة تقرب منه بس بعدها بتخاف منه وبتجري، فبيطلع سام وراها في الشارع عشان يجيبها، وبيشوفه زومبي وبيحاول يعضه، بس بيقدر سام يهرب منه عن طريق انه بيدخل عربية وبيقفل الباب قبل ما الزومبي يقدر يدخل. وبعدها بيجري على المبنى بسرعة ويقفل الباب في وشهم، وبيكون اتعور في رجله وبيخاف احسن يتحول لزومبي، فبيجيب البندقية وبيكون هيقتل نفسه، بس بيعرف بعدها ان اللي في رجله ده مجرد جرح بسيط، فبيرمي البندقية ويفضل يضحك جامد بصوت عالي. وتاني يوم بيلاحظ سام ان المدينة بقت فاضية وان الزومبي اختفوا، ومش بيكون عنده اي فكرة عن المكان اللي راحوه،
فبيحاول يدور عليهم عن طريق انه بيطلع على السطح وبيبص عليهم بالكاميرا بتاعته، بس مش بيلاقي حد، وبيكون الجو برد. فبيتعب سام وبينزل ياخد دش سخن عشان يهدى، وبيكون بدأ يحس بالوحدة. فبيبدأ يخطط عشان يمشي من المدينة، بس بيخاف وبيغير رأيه وبيقرر يفضل في المبنى. وبيزعق للراجل العجوز، وبعدها بيلعب مزيكا بصوت عالي لدرجة إن الزومبي اللي كانوا اختفوا بدأوا يرجعوا تاني من صوت الدرامز. وبيقف سام يطلع لهم لسانه في البلكونة وهم بيحاولوا يهجموا عليه ومش عارفين. وبيكون سام بدأ يهلوس بسبب الحياة اللي عايشها دي. وفي يوم وهو نايم بيصحى على صوت دوشة جاية من بره، وبيضرب نار على باب الأوضة وبيروح يشوف مين اللي ورا الباب، وبيلاقيه مش زومبي، وبتكون واحدة هربت من الزومبي ووصلت للمبنى اللي فيه سام. وبيحاول سام ينقذها، وتاني يوم بيلاقيها لسه عايشة، فبيفرح جدا وبيعرف إن اسمها سارة، وإنها قدرت تهرب من الزومبي عن طريق إنها مشيت من فوق السطوح بتاع المباني. وبيعرف كمان إن في ناس كتير عايشة بنفس الطريقة اللي عايش بيها، بس معظمهم اتجنن. وبيحكي لسارة عن روتينه اليومي وعن الحاجات اللي بيعملها، وبيوريها الراجل العجوز، فبتحذره سارة منه. وبيقرر سام إنه يشارك الأكل بتاعه مع سارة، وبيكون الأكل قليل، فبيروح أوضة من اللي محبوس فيها الزومبي وبيعمل خرم في الباب وبيدخل البندقية في الخرم وبيقتل كل الزومبي اللي في الأوضة. وبيدخل ياخد الأكل اللي موجود والحاجات اللي ممكن يحتاجها، وبيرجع بس مش بيلاقي سارة، وبيدور عليها وبيلاقيها واقفة على السطوح، وبتقوله إنها هتمشي من المبنى عشان تقدر تعرف لو في حد لسه عايش زيها ولا لأ. وبيحاول سام يقنعها إنها ما تمشيش، وإن الموضوع فيه خطورة على حياتها لو عملته. وبتقوله سارة إنه لو ممشيش هيتجنن وهيقتل نفسه من الوحدة، وبتسيبه وبتنزل من الأوضة. وبيروح وراها سام وبيقفل عليها باب الأوضة وبيحاول يعتذر لها، بس بيلاقي سارة ميتة من ساعة الحادثة اللي حصلت أول ما جت، وكل اللي حصل ده بيكون أوهام. وبيعيط سام جامد وبيعمل جنازة لسارة، وبعدها بيفتح شنطتها وبيشوف معاها إيه، وبيلاقي كاميرا وعليها صور لسارة، وبيعرف إنها كانت متجوزة وعندها طفلة، وبيتوقع إن عيلتها كلها ماتت بسبب الزومبي. وبعدها بيقرر يعمل زي ما سارة قالت له وبيمشي من المبنى، بس قبل ما بيمشي بيحرق كل التسجيلات اللي كان بيسمعها عشان يفك عن نفسه. وبيطلع على السطح عشان يهرب، بس بيفتكر الراجل العجوز اللي محبوس في الأسانسير، فبينزل علشان يخرجه وبيفتح له الأسانسير، وبيمشي ومش بيهجم على سام ولا بيحاول يعضه. وبيسمع سام صوت إنذار الحريق اللي اشتغل بسبب الدخان اللي جه من التسجيلات اللي ولع فيها، وبيهجم الزومبي على المبنى بسبب صوت الإنذار، وبيحاولوا يعضوا سام بس بيضربهم بالنار وبيجري على الأسانسير وبيقفل عليه. والزومبي عمال يحاول يهجم عليه، فبدأ سام يتشعبط في الحديد بتاع الأسانسير عشان يطلع الدور اللي فوق، وبيقدر واحد من الزومبي يروح وراه، فبيضربوا سام لحد ما بيموته. وبيطلع بعدها من الحفرة اللي عملها في أول الفيلم، وبيكون فيه زومبي كتير في الأوضة، بس مش بيقدروا يشوفوا سام بسبب الدخان اللي مالي الأوضة. وبيمشي سام من جنبهم بالراحة لحد ما بيخرج وبيطلع للسطح، وبيربط الحبل علشان يهرب. وفي الوقت ده بيكون طلع زومبي عند السطح وبيقرب منه، فبيربط سام نفسه في الحبل وبيرمي نفسه بسرعة، بس بيخبط في المبنى اللي قدامه جامد وبيغمى عليه. وبعد فترة قصيرة بيفوق وبيبدأ يطلع على سطح المبنى اللي جنبه عن طريق الحبل اللي مربوط فيه. وبيخلص الفيلم على مشهد سام وهو قاعد فوق سطح المبنى وباصص على المباني اللي وراه، وبيفكر ازاي هيقدر يعديهم كلهم عشان يخرج برا المدينة. وبكده يكون فيلم النهاردة خلص. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.